شباب المحمديه اضاف الهدف الثاني وبالتالي جوج ديال الاهداف مقابل لا شيء امام فريق المغرب الفاسي. الرجاء لازال متقدما بهدفين مقابل هدف واحد امام فريق النظريه ديال بركانيه. دفاع الحسني الجديدي متاخر بهدف واحد مقابل لا شيء امام المولوديه الوجديه. والمغرب التطواني متاخر بهدفين مقابل هدف واحد امام فريق النادي السلمي. اذا ضربة جزاء لصالح فريق اولمبيك خريبكا يعلن عنها حكم المواجهة نبيل برقية في الانفاس الاخيرة من مباراة اليوم. مقابلة هيتشكوكية في الانفاس ديالها الاخيرة، جميلة ممتعة. ضربة جزاء، حكم كيطلب من ايوب الكرد انه ياخذ المكان ديالو. تنافس كبير، تنافس كبير. اللاعب اللي مشى ينبالي لهذه الكره هو عبد الاله عميمي، لاعب سابق في فريق الجيش الملكي. عبد الاله عميمي لعب اتحاد طنجة، لعب كوكب مراكشي، لعب العديد من الانديه، رشاد بن بلال. وجه لوجه مع الحارس ايوب الكرد. كره مهمه لفريق اولمبيك خريبكا، مهمه للجيش الملكي. ترفان الجيش الملكي متقدم بهدف واحد مقابل لا شيء. عبد الاله عميمي يضيع، عبد الاله عميمي يضيع. في انتظار معرفة ما إن كان الحكم قد أعلن على نهاية المقابلة أم لا، لأنه كيف كنشوفوا الآن مجموعة من اللاعبين سعيدين. ونشوفوا هنا ارتطمات بالزاوية 90، ارتطمات بالزاوية 90. العارضة لا، في العارضة الأفقية، في العارضة الأفقية. نعم، نابت عن الحارس أيوب الكرد، نابت عن الحارس أيوب الكرد. ضربة جزاء لم يتمكن من الاستفادة منها فريق أولمبيك خريبكا. شوف الفرحة، اطلقوا العنان، سعداء بما حققوا. نهاية المقابلة مشاهدينا الكرام هنا بمدينة الرباط، بالضبط بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. والمقابلة